في زمن يباع فيه الشرف بالدولار وتسكت فيه الأصوات الصادحة بالحق تحت العقود والرواتب، ظهرت فتاة مغربية لا تشبه زيف الأضواء ولا تلبس ثوب المجاملة، من قلب شركة تهندس العقول وتزود الطائرات بالعيون في مايكروسوفت، حيث تصاغ السياسات بلغة الخوارزميات. وقفت ابتهال وقالت كفى، كأنها غمامة صيف همرت على وجوه الغادرين، كأنها طعنة حق في خاصرة الباطل، كأنها صاعقة نزلت على المسرح لا تهدم سقفا بل تهز ضميرا. قالتها بالفم الملآن: أنتم تحاربون الأطفال وتطوعون التقنية لسفك الدم الطاهر. فما فعلوا بعدها؟ كتموا صوتها ثم أقالوها في زمن وبلاد تسمى بالحريات. لكن هل تطفأ شمعة أضاءت في ليل الخنوع؟ وهل يسقط من صدع بالحق أم يسقط من خانه؟ ابتهال أبو سعد، ابنة المغرب وخريجة هارفارد ومهندسة في قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، لم تغرها الكراسي الوثيرة ولا الألقاب البراقة. فحين اقتربت الذكرى ال50 للشركة، جهزت الإدارة احتفالا يبهر الأبصار ويفتن الأعين، لكنهم لم يعلموا أن القنبلة ستكون من النوع الأخلاقي أمام الحضور وبجوار المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، عربي الاسم والملامح لكن غربي التوجه. صعدت ابتهال ونسفت الصمت بكلمة، صرخت: مايكروسوفت تدعم الاحتلال وتزوده بالتقنيات وتمده بالخوادم، وأنتم شركاء في ذلك، ليس بيد بل بعقل يبرمج الطائرات على اقتناص الطفل النائم. صمت الجميع وجمدت الكاميرات، لا تصفيق ولا موسيقى بل ذهول، كأنه الحق لأول مرة يقال في حضرة الجلاد. وما كان من الإدارة إلا أن اجتمعت خلف الكواليس، وفي اليوم التالي كان القرار إنهاء خدمة ابتهال. فيا قوم، هل هذه فتاة مجنونة أم ضمير نطق حين سكت الجميع؟ هل هي متمردة أم حرة لم تروضها الدولارات؟ قالوا لها اخرسي فقالت سأصرخ، وقالوا اخرجي قالت بل سأدخل التاريخ من أوسع أبوابه. في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي أذكى من ضمائر البشر، وقفت فتاة واحدة لتقول إن الإنسان الحقيقي لا يبرمج. ابتهال أبو سعد ليست مجرد موظفة طردت، بل هي قصة ستروى كلما سأل طفل من هناك من بقي لنا. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة في قصة وحكاية لمشاهدة كل ما هو قادم.